رغم كل ده استمرت فوكسكون بالتوسع واعلنت في 2018 عن مشروع ضخم في ولايه ويسكونسن الامريكيه عباره عن مصنع ضخم بتكلفه 10 مليار دولار الا انه انتهى بفشل ذريع ومباني فاضيه. النهارده فوكسكون شايفه ان مستقبلها مش هيعتمد بس على التصنيع المتكامل. الشركه قررت تطبق استراتيجيه جديده سميتها 3 في 3. الاستراتيجيه دي هي باختصار هي تركيز الشركه السنين الجايه على 3 مجالات وهم التصنيع الذكي والمركبات الكهربائيه والمدن الذكيه بدعم ب3 تقنيات اساسيه وهم الذكاء الاصطناعي واشباه الموصلات ووسائل الاتصال الجديده، بجانب طبعا استثمارها في الاتمته والروبوتات لتشغيل مصانعها باقل تدخل بشري. لكن نتيجه الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحده والصين والتعريفات الجمركيه المفروضه عليها الوضع بدا يتغير، وشركات عالميه كتير بدات تنقل مصانعها بره الصين وتدور على عماله ارخص وتسهيلات وفرص جديده في دول زي الهند وفيتنام. القرار جه بعد اعلان شركه ابل اكبر عميل لشركه فوكسكون ببدء تصنيع سلسله ايفون 16 برو في الهند، وده كان جزء من استراتيجيه ابل لتقليل اعتمادها الضخم